بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وامسيه كرويه جديده من قهوه فايق. والنهارده قهوه الساده الصحفيين هيكونوا مشرفينا ومنورينا في الجزء الثاني. قبل ما ادخل في اي تفاصيل وقبل ما اتكلم على الاحداث الكرويه الملتهبه والمشتعله والذي منه، مهم جدا جدا انه اطلب من حضراتكم الدعاء لاستاذنا واستاذي وحبيبي وابويا استاذ حسن المستكاوي. استاذ حسن الحقيقه بيمر بحاله صحيه وازمه صحيه حرجه، واطلب من الكل الدعاء له. استاذ حسن له افضال على كل الناس وله افضال عليا كبيره، له دين في رقبتي، دين كله احسان وكله فضل وكله محبه وكله ترحاب وود ونصايح ومذاكره ودعم. الراجل ده ليه فيا كتير قوي، ليه فيا كتير، ليه فيا في كل خطوه وكل حاجه انا بعملها، له فيا كتير جدا جدا. بعد ربنا هو ملجأ الي في حاجات كتير، باخد رايه في حاجات كتير. فمش قادر اقول لكم قد ايه الراجل ده عظيم، عظيم فعلا، يعني عظيم على المستوى الانساني زي ما هو عظيم على المستوى المهني. هو في حالة صحية حرجة وصعبة، فبطلب من حضراتكم الدعاء للأستاذ حسن المستكاوي، وربنا يا رب يتقبل هذا الدعاء. هو رجل صالح ورجل عظيم، صاحب قلب أبيض ونقي، ومرة تانية وتالتة له أفضال كتير جدا جدا على جيلنا وعلى أجيال تانية كمان كتير. طيب تعالوا نخش في التفاصيل. يابا يما، هات يا سيدي ورقة وقلم واكتب عندك. ما هي مستجدات الأزمة الراهنة الحادثة والواقعة بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم؟ على ما يبدو أنه الميعاد بتاعنا يوم الأربعاء، يعني ميعاد كلا الطرفين ضربا موعدا للمعركة المقبلة يوم الأربعاء الجاي. يوم الأربعاء الجاي اتحاد الكورة عامل اجتماع الساعة 11 الصبح، يوم الأربعاء الساعة 4 العصر مجلس إدارة النادي الأهلي هيكون عنده أيضا اجتماع. في كواليس كتير قوي في القصة، كواليس ليها علاقة باتحاد الكورة وكواليس ليها علاقة بالنادي الأهلي. ما له علاقة بالنادي الأهلي هو أنه الأهلي مجهز ملف بالكامل، عرضه على مجلس الإدارة، قال له والله الأحداث اللي حصلت خلال المباراة، إيقافات اللاعبين، التجاوز اللي حصل في حق اللاعبين، مسألة الاستماع إلى الفار، وحط فيها عنصر مهم جدا جدا، وهو أصبح دلوقتي التفريعة اللي هيبقى ليها تبعات كتير. التفريعه بتاعت انه اصل ماتش الزمالك الراجل قال تصريحات وبعدين رجع في تصريحاته تاني قال لا اصل انا ما كنتش اعرف، والكلام ده كله، وهيبقى فيها قصه. ما كنتش انا فهمت غلط، اوسكار رويس يعني انا فهمت غلط، اصل ما كانش الموضوع كده، وهيبتدي الموضوع يخش في جيم تاني، تفريعه تانيه. يعني انت كده اهو في تفريعه بقى طلعت منه، التفريعه ديت ليها علاقه بتصريحات اوسكار رويس انه كان يعرف ماتش الاهلي والزمالك له حكام اجانب ولا لا. الراجل هيطلع يلف الدائري ويرجع تاني، اول يوترن اقرب يوترن يقول لك لا انا ما عرفتش، ما سمعتش، ما فهمتش، ما حصلش، وبالتالي هتخش تاني في بعد تاني. فالاهلي مجهز الملف ده بالكامل. الناحيه الثانيه اتحاد الكوره مستمر هو الاخر في وجهه نظره. اتحاد الكوره بيقول لك صباح الخير، انا باشا اتحاد الكوره، انا عندي تقرير المراقب وتقرير الحكام وعندي احداث حصلت عندي هنا، انا عندي كل حاجه. فانا ايه، هقعد واشوف وهدرس وهقرر. هل من الوارد انه يبقى فيه تحويل للجنه الانضباط مثلا، عقوبات مثلا ممكن تحصل، يشوفوا تقرير الحكم يلاقوا فيه وارد جدا جدا كل شيء، انما مفيش اتجاه لأن الموضوع يحصل فيه نوع من أنواع التقارب. يعني مفيش مساحة التقاء في القصة. في مجلس إدارة سيجتمع، ومن شأنه حتى كمان أو من الأفكار اللي بيفكر فيها اتحاد الكرة إنه إذا في أي شيء حتى كمان لمعاقبة الكابتن سيد عبد الحفيظ بأي شكل من الأشكال القانونية، وأنا هنا بستخدم ما أعلمه من معلومات داخل اتحاد الكرة، فهيحصل لو التقرير أدان، تقرير المراقب، تقرير الحكم أدان الكابتن سيد عبد الحفيظ
قال تطاول على الحكم، حصل كذا كذا كذا، كل ده مدروس، كل ده اتحاد الكره بيدرسه، بيقول ان هو بالنسبه لي يوم الاربع. واتحاد الكوره لما بيطلع معلومه، هو بيطلع معلومه مش ليا انا بس، مش بيقول صباح الفل تعالى اديك واحده اكسكلوسيف، لا. اتحاد الكوره ما بيديلكش واحده اكسكلوسيف، اتحاد الكوره بيديلك واحده يلا بينا كلنا. فيلا بينا كلنا ليه؟ عشان يشاور بيها. يعني هو دلوقتي الناس كلها هيبقى عندها المعلومه. انا بقول لك اهو، يعني انا ما الناس كلها هيبقى عندها المعلومه، فالناس كلها عندها المعلومه، فبيبعت اشارات يقول لك بص انا مش راجع، ولو في حاجه هعاقب فيها هعاقب، ولو في حاجه هكمل فيها هكمل، ما عنديش مشكله، مش راجع لورا، مفيش خطوه لورا. ده مفيش كمان ما يمنع ان انا افرغ الكاميرات بتاع دخول وفد النادي الاهلي اللي فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ، ولو لقيت تجاوزات حصلت اعاقب عليها برضو كمان، ما عنديش مشكله. كل ده بيتقال لنا، وهو ما بيتقالناش عشان خاطر سواد عيوننا، يعني هو بيتقال لنا عشان خاطر نطلع نقوله لحضراتكم. فلما نطلع نقوله لحضراتكم يوصل لحضراتكم، ثم يوصل لمين؟ للنادي الاهلي. فيبقى مفهوم ان الموضوع هناك حاله من حالات، مش عايز اقول تصعيد، بس هو خلاص يعني كل واحد ماشي في التراك بتاعه. يتقابلوا امتى بقى ما يتقابلوش خالص، مش هي دي القصه، انما انا قصتي ان انا بحكي لك اللي حاصل. على جانب تاني النادي الاهلي قال لك انا يا باشا انا مش هتكلم في اي حاجه، ما عنديش اي حاجه اقدر اقولها لك، انا يوم الاربعاء عندي اجتماع مجلس اداره، انا مستني اشوف اتحاد الكوره هيعمل ايه. فيوم الاربعاء في مايند جيم لطيف جدا، يعني اقعد بقى كده سلي نفسك، هات لب واقعد اسمع وشوف بقى، يعني تابع كل الصفحات. ليه؟ لانه اتحاد الكوره ممكن يدي واحده هوبا، يعني يخش يقعد يعمل اجتماع المجلس وبعدين ما يطلعش حاجه، فيسيب الاهلي يقول له بص بقى نلعب مع بعض، او ياخر الاجتماع، انت تعمل الساعه 4، انا هعمل اجتماع مفتوح ونلعب بقى هوبا سوا مع بعض نشوف، او اطلع لك نص معلومه واستنى اشوف انت هتطلع ايه. فالاهلي يخش في اجتماع بقى ما يخلصش لحد تاني يوم، يقول لك اجتماع اللي هو في ليله كبيره حضرتك سعادتك، انا مش عارف ليه والله، انا مش عارف، تسالني تقول لي ليه تسالني يقول لي ليه استاذ اللي هناك يقول انا ما اعرفش، والله ما اعرف، بس انا بقول لك اللي حاصل يعني. تخلص على ايه وتخلص على فين وتخلص على ازاي، حقيقي انا ما اعرفش، لكن اللي اقدر اقوله لك باختصار شديد انه في شرق التفريعه كده اتفتح في الجنب، له علاقه بالماتش بتاع الزمالك والاهلي، وان الاهلي ماسك في الحته بتاعه رد الاعتبار، وانك لازم تعتذر لي، وانك لازم كذا كذا كذا، انت طلعتني منسحب، ده الاهلي. اتحاد الكوره لفها لفه جاتوه، قال لك لا الراجل ده الكلام ده اللي قاله اوسكار رويس غلط، هو سمع غلط ما فهمش صح، فهيطلع اوسكار رويس يقول كلام انا كذا كذا كذا، انا ما سمعتش ده كان كذا وبتاع وكده، فيبقى التصريحات ديت قصاد الكلام، فيهدوا الحته دي عند النادي الاهلي. هل النادي الاهلي يخرج يرد خلال الكام ساعه اللي وارد جدا؟ هل يخرج يقول حاجه؟ وارد جدا. هل يقول لك طب هو سمع غلط، طب يطلع يعتذر، طب اتحاد والله العظيم ثلاثه انا ما اعرف، وانا ما بحبش اخبي عنك حاجه. سيبك من كل ده، تعال ادي لك واحده حلوه. انت عندك ماتش اهلي وزمالك، وعندك ماتش اهلي وبيراميدز، والماتشين دولت ليهم طاقم تحكيم اجنبي. فاتحاد الكوره كان طلب، والرابطه كانت طلبت نيابه كمان عن الاهلي، طلب ووصل لاتحاد الكوره، وكمان يحق للرابطه في التعديلات الجديده ان هي كمان تطلب. المهم ما علينا، بعتوا الاهلي طلب، انا قال لك انا عايز نخبه، عايز حكام نخبه، مش عايز حكام بلاموطي، اديني حاجه على راي استاذ فتحي سند، اديني حاجه مستكوتي، ما تدينيش حاجه قوانص. فقال له خلاص لو عايز مستكوتي نسال، فراح سال جاب له 2 مستكوتي، 2 واحد اسبانيا والتاني المانيا، الباقي كله طلع قوانص مش فاضي. فالاثنين المستكوتي اللي وافقوا اسبانيا والمانيا غالبا وبنسبه تتجاوز ال 95%، يبقى عندك عدد 2 طاقم تحكيم اجنبي، واحد اسباني واحد الماني، لماتش الاهلي وبيراميدز وماتش الزمالك والاهلي، او الاهلي والزمالك. يلا انا قلت اسبق لك، يلا اقول لك خبر ومعلومه بدل الهيصه والزنبليطه اللي احنا فيها دي. نتكلم بقى في التفاصيل وفي الخناقات وفي اللي مش عارف ايه بعد الفاصل، بس بعد ما ارحب بعمو حسن. ازيك يا عمو؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه يا عمو حسن؟ نعم وفضل عنده. بار الشاي بتاعك ايه يا عمو حسن؟ احلى شاي بالنعناع يا رب دايما. عسل. ازيك يا كابتن؟ ضاعش وقت حبيبي يا كابتن. عامل ايه يا درش؟ عفركوش اهو. عفركوش صحيح والله، عفركوش. تمام امورك طيبه؟ الحمد لله في نعمه. كله زي الفل؟ تمام والله. عدد واحد فاصل في السريع منه نستقبل ضيوفنا ونشوف الكلام على ايه. نقدنا الرياضي الكبير استاذ احمد الخضري، استاذ محمود شوقي، استاذ خالد الاتريبي، استاذ احمد عبد الباسط، استاذ عمرو جاب الله، فخليكم معانا بعد هذا الفاصل.
بجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه. خلونا نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا، ناقدنا الرياضي الكبير استاذ احمد الخضري. يا استاذ احمد، حبيبي يا كابتن ابراهيم، انت أخبارك منور إيه؟ انت منور متالق. ربنا يبارك في عمرك. حبيبي محمود شوقي ناقدنا الرياضي الكبير. حبيبي يا ازيك يا هيما، ابو الشوق؟ ربنا يخليك حبيبي. اخبارك ايه؟ سعيدني معاك كله زي الفل. الله يخليك يا هيما. استاذ احمد عبد الباسط. كابتن ابراهيم، مساء الورد. اخبارك يا بيه؟ مساء الفل. كله كله تمام؟ كله تمام. استاذ خالد الاتربي النجم الكبير بتاعنا. مساء الفل. عامل ايه يا خلود؟ الحمد لله. كله زي الفل. تمام الحمد لله. عمرو بيجا بالله. انا كله تمام. انا راجل في سيمي فاينال افريقيا، تاهل للنهائي، متصدر دوري، دنيتي تمام. سيمي نهائي انت عارف انت تمام ليه؟ عشان انت لابس زيي. حبيب قلبي انت تمام. حبيب يا قلبي. عمرو، سيمي نهائي الكونفدراليه مش افريقيا. انت حالك صعبان عليا، والله حاله صعبان عليا. ده على فكره على فكره ده كويس. كويس. انا قلت اقربكم من بعض اكتر. كويس. حطينا جنب بعض. كويس. عشان بعد كده مش هتصعب عليا. طب خلينا نخش في التفاصيل على طول، لان احنا عندنا موضوع واضح خلاص. انا زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم في الانترو، انت قدام صدام يكاد يكون مواجهه لاول مره بتشوف فيها الاتحاد المصري لكره القدم بيقول لك انا داخل الخناقه عادي، ما عنديش مشكله، وهيبقى عندي تصريحات قويه جدا، وعندي موقف قوي جدا تجاه النادي الاهلي. ما عنديش مشكله، والنادي الاهلي مصر على موقفه ومصر على طريقه وماشي في نفس التراك بتاعه. هتوصل لفين وازاي ما اعرفش، ده اللي انا هسال فيه طبعا نقادنا الرياضيين. خلينا نبتدي بالاستاذ احمد الخضر، رايك ايه في المشهد؟ لا، هو المشهد ان احنا لاحظنا ان الاهلي بيصعد الايام اللي فاتت دي. لا، اتفقنا على الاسلوب، اختلفنا على بعض الخطوات، بس في تصعيد من الاهلي. لا، الجديد اللي بيحصل النهارده من اتحاد الكوره. يعني الكوره دلوقتي في ملعب اتحاد الكوره مش في الاهلي. الاتحاد الكوره بيصعد. اتحاد الكوره من امبارح باين ان هو مش همه، وان هو مش واقف عند النقطه دي، لا مصعد ومكمل، وده تطور خطير في الصدام. اعتقد ان الاهلي ما كانش عامل حسابه يعني. ما كانش عامل حسابه؟ لا، الحسبه ما كانتش كده خالص. والتاريخ بيقول ان دايما صدام بين الاهلي والاتحاد الاهلي بيكسب وهو في بيته. لكن دلوقتي لا، المعركه لا مكمله، وهيبقى فيها خسائر. وهيبقى فيها خسائر طبعا. للاهلي ولا ما للاتحاد؟ الاتحاد عنده يخسره، ما عندوش يخسره. طيب استاذ عبد الباسط، انت كلامك بيبقى متغمس تفاصيل كواليس، فالراي اللي هتقوله هيبقى فيه تفاصيل. بلاش راي، خلينا نقول معلومه. يعني قول معلومه. ما يحدث داخل اتحاد الكره حاليا انه اتحاد الكره مش هيرجع خطوه لورا. اتحاد الكره مكمل مع الاهلي للنهايه. اتحاد الكره، انا بقول معلومات من داخل مقر اتحاد الكره، هم شايفين النادي الاهلي اخطا بذهاب الوفد الى الاتحاد بهذه الطريقه. هم هيطلعوا يتكلموا الايام اللي جايه، وهتشوفهم لسه بيتكلموا ان هم هيبداوا يقولوا ان في شروط احنا حطيناها بناء على استثناء حصل بسبب النادي الاهلي. هذا الاستثناء غير موجود في اي لائحه. فاحنا بدانا بناء على هذا الاستثناء نعمل ضوابط. وخد بالك الكلام اللي هقوله هو اللي هيتقال، انه هذه الضوابط قال لك انه اللي يجي. انت النهارده الصبح حكيت لي الحكايه بتحصل كلها دلوقتي كله يعني بالظبط. انت مش بني ادم برضه. السيناريو بتاع اوسكار والاعتذار، السيناريو هيحصل. ليه السيناريو؟ لان اوسكار مبدئيا، وهرجع للموضوع تاني، هو الضحيه الاولى في هذا الملف. هيمشي لسببين. ده بوسه وحضن خلاص. لسببين. ده بوسه وحضن. السبب الاولاني، مجلس الاداره اساسا وصل او غالبيته وصل لعدم قناعه بالرجل يعني. نمره 2، الحكام نفسهم مش مقتنعين بيه، لدرجه ان هو في حالات التحكيم بتاعه مباراه الاهلي وسموحه الحكام بيعرفوا هو هيقول ايه، فالحكام الصغيرين بيدخلوا يقولوا نفس رايه. لما بيسالهم في الزوم يقولوا نفس رايه. ايه رايكم في حاله الاهلي وسموحه؟ كل الحكام قالوا مش ضربه جزاء. كل الحكام قالوا مش ضربه جزاء. عدا 2، محمد معروف وامين عمر. هو قال مش ضربه جزاء، تلامس لا يرتقي الى ركله جزاء في ماتش الاهلي وسموحه اللي الناس كلها بتتكلم عليه. برضه في نفس ماتش في اجماع على ان هي ضربه جزاء، في اجماع من القاضي، في اجماع، والحكام نفسهم والاهلاوي قبل اللي بيشجع بص الحكام نفسهم اللي قالوا لا هم عارفين، بس هو الراجل ده بيحب المقربين ويحب اللي يقولوا نفس رايه. هو دي المقربين. لا هو سياسه المقربين بالنسبه له. هو عنده حكم اسمه مصطفى شهدي ادار مباراه ادى فيها كارتين احمر. الفار جابه ورجع ايد قرار، وهو مصطفى شهدي قال لك لا احمر. قال له في الاجتماع او الجلسه اللي القرارين غلط. الكارتين بتاعك يا مصطفى غلط. اداله ماتش محترفين اول امبارح، واداله ماتش بكره في الدوري. فهو بيحب المقربين منه. انا بديك بالاسماء يعني. نرجع لموضوعنا، انه اتحاد الكوره قال لك ليه انا حطيت ضوابط؟ لانه وارد جدا يبقى في مشكله عند نادي معين بدون ذكر اسماء يعني، فيقول لك انا هبعت لك كبير المشجعين، هو كان في الملعب وهو اللي يشوف الحاله. انا بقول لك ردودهم مش رد. ماشي، افتراضاتهم. وارد جدا يقول لك ابعت لك كبير اعضاء الجمعيه العموميه، فقال لك احط ضوابط. طب انت ليه اتحاد كوره؟ ما الاهلي قال لك طبقا للقانون واللائحه
انا باعت كابتن سيد عبد الحفيظ وانت بتحجر على حق يعني. قال لك انه القانون بيقول الممثل القانوني للنادي هو رئيس النادي فقط، الكابتن محمود الخطيب. لو الكابتن محمود الخطيب كان جه احنا كنا هنسمح بذلك. طب لو الكابتن محمود الخطيب مش هيجي، حد يقول لي تفويض، هم ما بيعترفوش بالتفويض لان هيستندوا ايضا للقانون. القانون بيقول ايه؟ قال لك ان القانون بيقول تفويض يبقى بقرار مجلس اداره، مجلس الاداره ده يفوض كابتن سيد عبد الحفيظ، يفوض لا 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 استنى قولها تاني دي عشان دي مهمه دي جدا. دي تفصيله دي تفصيله من الغالي دي ان ابو غالي منه بالظبط. رد اتحاد الكوره على ان النادي الاهلي لما نشر بيانه قال لك ان ذهاب الكابتن ده في الكلام اللي هيطلعوا يقولوه اللي هيطلعوا يقولوه قانوني انه هل يحضر كابتن سيد والنادي الاهلي معاه تفويض من النادي. رد اتحاد الكوره قال لك ان القانون بيقول ولائحه وزاره الشباب والرياضه ولائحه اللجنه الاولمبيه ولائحه اتحاد الكوره ان الممثل القانوني للانديه هو رئيس النادي، الممثل القانوني للاتحادات هو رئيس الاتحاد. طب ما هو الراجل ده هقول لك بقى اهو الناس دي جاب تفويض. طيب يا جماعه ما هو جالكم تفويض من النادي بكذا كذا، قال لك التفويض ما ينفعش نعتد بيه، لازم يجي لنا بتفويض معتمد بقرار مجلس اداره وبمحضر مجلس اداره، وده الاهلي ما عملوش. فهم ماسكين في الثغره دي. اتحاد الكوره قال لك تعالى لي انا ما عنديش مشكله يا كابتن سيد، بس اديني تفويض من مجلس الاداره، ما تجيليش بتفويض من المدير التنفيذي. خد بالك عشان دي مهمه. ده غير موضوع اللعبه بقى، ده غير موضوع ده لسه بقى واحد من عناصر اللعبه. غير بقى هو بيقول بيعلي على الاهلي اكتر. بالظبط. بيقول له حتى كابتن سيد اللي انت بعته لي التفويض ده مش تفويض قانوني. مش تفويض قانوني، مش هاخد طبعا دي بيها. كلها مبررات. لا وده رد عليها. دي مش مبررات. مبررات من جانب لا دي مش مبررات، دي معلومات. أيوة بالظبط داخل اتحاد الكوره. بالظبط. لا عبد الباسط بيقول معلومات صرف. احنا بنتكلم على ده مش راي عبد الباسط. ده ما فيهوش راي يعني. ده ما فيهوش راي. مبررات بالنسبه لهم مردود عليها رد. لا ردوا لا طبعا ردوا لان هو الاجتماع يوم الاحد، يوم الاربعاء هيبقى كده. اتحاد الكوره هيجتمع الساعه 11، الاهلي هيجتمع الساعه 4. هيبقى الموضوع رايح جاي بنفس الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها. طيب اتحاد الكوره قال لك ان انا هقف عند هذا الامر وهذا الحد فقط؟ لا، انا في قرارات لازم اخدها. وخلينا انه من خلالك ننفرد باللي قاله محمود وفا في التقرير بتاعه للجنه الحكام. وتاني للجنه الحكام، محمود وفا قدم تقرير للجنه الحكام عباره عن انه بيقول لهم انا الكابتن سيد عبد الحفيظ الراجل يعني احتك بيا مره واثنين، وانه في تلفظ ضدي وانا ما خدتش حقي. فلجنه الحكام بعتت الموضوع لمجلس الاداره، وهذا الملف سيكون ضمن جدول الاعمال في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره. طيب في شويه بيقولوا نحيل كابتن سيد الانضباط، وفي شويه بيقولوا لا، بس الغالبيه بتقول نحيل. اذا اتعرف التقرير، اذا كان انت بتجتهد، بس اذا كان الكلام ده 100% صح، يعني اذا كان الكلام ده 100% التقرير بتاعه بيدين الكابتن سيد عبد الحفيظ. هو ده يعني معلومه عندي من داخل اتحاد الكوره. طب حد يطلع يقول لي هو اشمعنى هيصدقوا الحكم؟ لان تقارير الحكام مسلم بيها، يعني الحكم يجي يقول لك احمد عبد الباسط دفعني، استاذ خضري عمل كذا، فهو الحكم تقريره مسلم بيه. لكن لو كابتن سيد، عشان بس دقه المعلومه، عشان دي على مسؤوليتك. انت قلت الحكم محمود وفا قدم في تقريره، ولا عندك معلومه انه ممكن يكون قد قدم في تقرير؟ تفرق، قد تفرق. لا قدم يبقى انت متاكد. قدم في تقرير لجنه الحكام. كاتب في تقريره، انا بقول لك قال في تقريره في لجنه الحكام. كاتب في تقريره الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لي احفظ الوش ده تاني عشان مش هتشوفه تاني. ماشي. طيب انا اختصرت في ايه؟ في ان في تلفظ يعني. ماشي. فالمهم ان التقرير ده راح لمجلس الاداره. ماشي. مجلس الاداره بقى هياخد قرار بالانضباط مش هياخد قرار بالانضباط. انا عندي معلومه ان هم الغالبيه عايزه قرار باحاله لجنه الانضباط. الموضوع ممكن يكبر اكبر من كده، ممكن، بس خلينا ما نسبقش الاحداث في هذا الامر يعني. عظيم. شوقي بيه، ابدا منين؟ ابتدي. ما هو احنا في الموضوع اهو، الكلام المهم ده. احنا في المعمعه بتاعه ابدا من الكلام المهم بصراحه بتاع عبد الباسط، والاهلي وتجهيزاته تبقى عامله ازاي معلومات مهمه جدا عبد الباسط بيقولها، لكن مردود عليها بشكل بسيط خالص يعني. اذا كان اتحاد الكوره بيستند القانون واللائحه، فهو اكتر جهه خالفت القانون واللائحه في اللي احنا فيه. ده حتى في خطاب اتحاد الكوره للنادي الاهلي، اي خطاب بيصدر عن اي جهه رسميه او اهليه رياضيه بيعمل ديباجه كده يا ابراهيم، بيقول فيها كده استنادا الى الماده رقم كذا من اللائحه رقم كذا في القانون رقم كذا. ده ايه؟ ديباجه معروفه. ايوه. فاي جواب، هات اي جواب قديم او جديد. اتحاد الكوره لما بعت اصلا خطاباته للنادي الاهلي لم يستند الى اي لائحه على الاطلاق. حد هيقول لي ده استثناء، حد هيقول لي ده استثناء. الاستثناء ده انت اللي صنعته عن طريق اوسكار رئيس لجنه الحكام بتاعك، لما طلع في لقاء تلفزيوني وقال الاستثناء ده انت اللي صنعته، انت اللي عملته، مش النادي الاهلي بالمناسبه.
والنادي الاهلي مش ما طلبش الاستثناء، ده استثناء قديم. رئيس لجنه الحكام قالوا اقر بيه في لقاء تلفزيوني، وقال بشكل واضح جدا ان من حق اي نادي انه يدفع رسوم ويستمع للفار. كويس؟ يبقى الاستثناء مين اللي صنعه؟ رقم واحد الاتحاد الكوره عن طريق رئيس لجنه الحكام. فما تيجي تبعت للنادي تقول له تعالى اسمع الفار وفقا لهذا الاستثناء، تقول له بقى فيه استنادا الى اللائحه اللي في الاتحاد الكوره اللي بتقول كذا، اتفضل تعالى اسمع الفار، تمام؟ وابعت لي فلان وفلان وفقا للائحه. ايه تحركات الاهلي اللي هتحصل؟ ده ما عملهاش، بس تعليق مهم. ماشي. تحركات الاهلي اولا يا استاذ احمد الخضري قال نقطه مهمه. قال لك الخناقه ديت او المعركه ديت فيها خسائر، والغالبيه واغلب الظن تسلم ايديك اللي هيخسر هو النادي الاهلي. هيخسر ايه؟ ها؟ انا عايز اسال اسال ما هو يعني خلينا هيخسر نشوف، إيه؟ ما هو ده السؤال، نشوف. هيخسر ايه؟ وهل الاهلي موقفه قوي ولا موقفه ضعيف؟ ايوه موقفه قوي. ايه فكره التمييز قوي وضعيف في ايه؟ هو الاهلي طلب اعاده المباراه مثلا؟ لا. هل الاهلي طلب اعاده ضربه الجزاء؟ طلب ان هو يستمع للفار ولم يستمع بس كده. ماشي. الاهلي هيؤكد على حقيته في الاستماع للفار. الاهلي هيطلب الاحتفاظ بالتسجيلات الخاصه بالفار، تمام؟ الاهلي هيطالب باصلاح منظومه التحكيم اللي موجوده في اتحاد الكوره. الاهلي هيطالب برد اعتبار للوفد بتاعه اللي تم استقباله بشكل لا يليق. الاهلي هيطالب بشكل واضح جدا بمعاقبه المتسبب او الشخص اللي تعدى على لاعبيه ببعض الالفاظ داخل المباراه، اللي هو الحكم محمود وفا. زي ما الحكم محمود وفا من حقه انه يقدم تقرير في سيد عبد الحفيظ، من حق برضه لعيبه النادي الاهلي انها تطالب بعقاب الحكم اللي تعدى عليهم ببعض الالفاظ او اتكلم معاهم بشكل غير لائق. كويس. دي تحركات النادي الاهلي. طيب خليني اسالك يا خالد برضه. بس قبل ما تسال خالد معلش، طبعا. احنا هنضطر نرجع تاني للمسلسل من اوله لانه إيه؟ فيه تفاصيل كتيره جدا. لازم نتكلم طبعا. طيب ما تدينا طب انت حته من المسلسل من اوله. طيب المسلسل من اوله يا سلام انت يا رايق عامل كده اهو وبتحط طبعا. ايدك على دقنك متصدر مش بقى. موجود معانا. ده راجل بص بص متصدر ده بص مش- بص بص الولا. انا مالي بالكلام ده. ماشي ماشي. طب الناس دي عندها مشاكل معايا بسمع لهم. ماشي. دلوقتي انا هتكلم على جزئيه الردود اللي مجهزها اتحاد الكوره على النادي الاهلي والتفاصيل اللي اتكلم فيها. اتفضل. زي ما برضو محمود قال إن هو استثناء، مفيش حاجه اسمها استثناء يا ابراهيم. الفكره كلها ان انت كاتحاد بتدير المسابقه، كل اللي يهمك انك تحقق مبدا العداله والشفافيه والحياديه ما بين كل الانديه. ماشي. ليه اتحاد الكوره حاطط نفسه طرف قدام النادي الاهلي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي لابد ان يساله المشاهد العادي واللي يساله اي مسؤول، ايه مخلي اتحاد الكوره خايف ان اي حد يسمع المحادثات بتاعه الفار؟ وليه انت بتفرض عليا ناس معينه هي اللي تسمع؟ وليه مش عايز متخصصين هم اللي يكونوا موجودين؟ ليه؟ انت ايه اللي يضيرك في الموضوع؟ انت مش عايز متخصصين يكونوا موجودين يسمعوا. انا من حقي طالما انا تشككت من طريقه ردك وطريقه انك تكون متمسك باسماء الوفد اللي موجودين كده، انا بفتح الاحتمالات وانت بتفتح الاحتمالات قدام الناس كلها ان انا اشك في اللي حاصل في الفار. لما انت تيجي تقول لي انا والتبرير بتاع الدكتور مصطفى عزام. الدكتور مصطفى عزام بيقول ان احنا بدايه من الشهر الحالي بنطبق نظام العمل عن بعد. من الذي حدد موعد حضور وفد النادي الاهلي يا ابراهيم؟ مين اللي حدد؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره. طب انت بتحدد لي ليه ميعاد يوم اجازه عن بعد؟ انت مش عارف ان في عضو مجلس اداره جاي لك؟ انت مش عارف ان في وفد رسمي جاي لك من النادي الاهلي؟ طب طبيعي ويليق نادي بحجم النادي الاهلي يوم ما تحدد له ميعاد، حدد له ميعاد يوم عمل رسمي على الاقل يلاقي مسؤول رسمي يقابله. ولكن ده تعنت من اتحاد الكوره، ده هروب من مواجهه النادي الاهلي علشان هو عارف ان النادي الاهلي عنده حق. النادي بيقول الاهلي لك يا سيدي ان هم كانوا بيتفرجوا غالبا على البرنامج. لما احنا قلنا انه كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان هو جاي بوفد وكذا وكذا، وبعد كده تاني يوم قلنا انه في خبير صوتي وخبير تحكيمي وكذا، وسر بده وطلعناه في فقوم احنا خفنا بقى. لا اتضايقوا، قال لك طالما ما انا جاي لك اهو ما تاخد نايبك من الدنيا صبر. فقال لك لا طالما انتوا جايين كده يبقى انتوا متشككين فينا، انتوا داخلين علينا دخل التشكك. طب انت داخل علينا دخل التشكك ليه؟ ما هو احنا الدنيا تمام واحنا اللي قايلين لك تعالى. لا انت ما قلتليش تعالى. لا ثواني بس اقول لك قبل ما تعدي، اقول لك رد اتحاد الكره اللي هيقولوا على موضوع خبير الصوتيات.
رد اتحاد الكوره اللي هو ناوي يقوله في هذه المنطقه، قال لك ان انا لو هم جابوا خبير اصوات ودخل سمع وطلع بره، هو اولا لا هي مش هياخد ودي مع حد، هو هيسمع بس، فمش هيحلل، مش النيابه بس او القضاء هو اللي من حقه السلطه دي. فقال لك دخل سمع وطلع، وبعد ما طلع قال لك في حته كده الصوت مش عاجبني، انا بقول لك اللي اتقال بالنص مش عاجبني فيها الصوت هنا، فخلاص الموضوع راح في حته ثانيه. فهيجي يقول لك انت اتحاد الكوره انت اللي سمحت له، طيب فانا اسمح ليه؟ انا احط ضوابط. معلش ممكن طيب. ارد على ارد عليهم لا، مش طب ما هو عليا. ممكن الفني والاداري يقول نفس الكلام بس برضه خلاص وتروح نفس القصه. بالظبط انا كده. ممكن انا تمام ممكن لا انا عايز استرسل ايوه بقى. الكابتن وليد صلاح الدين او هو عادل مصطفى عشان لو ده راحوا حد يقولوا معني كده. بالامر، فانا برد عليك الرد اللي اتقال. بس لا عايزين نسترسل بس في كمل القصة يعني. كمل كمل استرسل خالد بيه، يا كمل انت خليك بقى قاعد على استرسل. سيبه خليك في افريقيا. سيبه عمرو تمام خلينا سيبه عمرو، انا جاي لك يا عمرو، انا جاي لك. تمام فانت دلوقتي اتحاد الكوره يتعامل مع الامر بمبدا يكاد المريب يقول خذوني من الاخر. هو كده سايب، حتى لو انت ليه حاطط نفسك في منطقه الشبهات اللي هو لا انا واحد فني وواحد اداري، فانت سايب بقى كل واحد اهلاوي بقى زملكاوي مش عارف ايا كان ميوله، اي حد المفروض يقول الله هو خايف من ايه؟ هو ايه المشكله؟ هو خايف ليه؟ هو في حد جاله تليفون جوه الفار بيتقال؟ هو في حد من الممكن يكون جات له رساله؟ هو في حد ممكن ما انت خايف، انت بتتعامل انك خايف يا باشا. المفروض ان انا واحد حتى لو بتهمك. ايوه ما هو اتحاد الكوره بيرد عليك من الناحيه الثانيه، بيقول من لك الناحية وانا هبقى خايف ليه؟ ما هو انا يوريني انا سامح لك، يوريك. انا دايما امثل الطرف اللي مش موجود. سامح لي بيه يا ابراهيم، سامح لي ما انا قلت لك سامح تعالى لي اسمع. حد مش متخصص انه يكون موجود. ويبقى السؤال هنا، يبقى السؤال انا هروح في حته ثانيه. هو اتحاد الكوره يعني ماسك في وكمان كان معترض على الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو يعني مشرف عام على كوره وعضو مجلس اداره وزعلان وشايف ان الكابتن سيد عبد الحفيظ غير ذي صفه، والاتحاد اصلا كله بيضرب واحد غير ذي صفه. ما هو كلنا عارفين. فيعني ازاي مهندس هاني بريده غير ذي صفه؟ الوسط الرياضي كله عارف دور الناس بره الاتحاد. لا انا ما اعرفش. لا انا ما اعرفش. لا معترض طبعا. أنا ما غير أعرفش. ذي صفه ازاي؟ لا المهندس هاني بريده جايب لا مش مهندس لا ما بتكلمش عن هاني بريده. لا ما بتكلمش عن هاني بريده. لا مش مهندس هاني بريده. طيب امال ايه؟ لا طبعا ازاي يعني؟ مهندس هاني بريده هو رئيس الاتحاد ايه المصري. المهندس هاني هو اللي بيدير، هو اللي في ناس بتساعده. الاتحاد. في ناس اصدقائه بتساعده من بره الاتحاد وموجودين جوه هو الاتحاد. انت اتكلم باسماء عشان بس عشان لكن نعرف هو نرد بقى يعني. لا طب ما انت بتقول حاجات ما بتجيبش باسماء، ممكن لا، لا، تقول لا، حاجات لا انا قلت مصطفى شهدي ومقرب. ماشي، ما ده اسم في ناس حكم يعني. في ناس بتدير جوه الاتحاد، في ناس موجود. انا عايز اسال تقول سؤال. المهندس احمد مجاهد يعني؟ انا عايز اسال سؤال. عايز تقول المهندس أحمد مجاهد؟ هسأله ايه سبب تواجد المهندس احمد مجاهد بشكل دائم داخل اتحاد الكوره؟ طب ايه يا خالد ما تقعدش تلففنا الدائري إيه وطلعنا المحور وبعدين ما نرجع هو. تاني. إيه هي صفته؟ المهندس احمد مجاهد ما هي صفه المهندس؟ حد يجاوب علينا. حد انت يجاوب عندك علينا. معلومه ان المهندس احمد مجاهد بيعمل حاجه في اتحاد موجود. الكوره؟ امال بيروح يتشمس يا صبرين؟ طيب انت عندك معلومه؟ ليه منصب له ايه منصب بقى؟ مشرف على مسابقات الناشئين والدوري. انا بقول لك منصب، انت مش عايز، انا بقول لك اهو طب هو ده المنصب مقنن، هو ليه منصب ومشرف على تعديل اللوائح. طيب احنا كده اتفرعنا لتفريعه بعيده لا شويه. ماشي لا ما لا انا بقول انت معترض على واحد عنده صفه انه يكون موجود في وقت. يا عم معلش معترض، قال لك اللائحه بتقول كده، ما حدش معترض. هو عباسط اللي قال. مفيش لائحه. هو اتحاد الكوره بعت لواحد لا في لائحه ولا في قانون ولا في اي حاجه. بص يا استاذ خضري، هو مفيش لائحه بتقول انك تسمع، ومفيش لائحه بتقول ضوابط. دي جديده ودي اتعملت جديده عشان بس يبقى الموضوع ايه حلو. مين اللي عملها بقى؟ اختم بقى عندك عشان اروح لعمرو. ما تقوليش لوائح ولا قوانين، ومفيش اصلا لوائح وقوانين. في عندي اعتراف من رئيس لجنه حكام بيقول اي حد عايز يجي يسمع يتفضل انه يكون موجود يسمع. ده اللي احنا المفروض نتكلم فيه. انت ما تفرضش عليا ناس معينه ان هي تحضر. ما تفرضش عليا، ده مش من حقك. عظيم. عمرو جاب الله، فاسالك سؤال مهم. اتفضل. وهذا السؤال مغلف بتمهيده. اتفضل. انا عجبني جدا موقف نادي الزمالك، عامل زي موقفي كده من الازمه الحاليه. هقول لك كلمه صح. ليه؟ لانه الزمالك ليس طرفا في الموضوع على الاطلاق. وعجبني قوي ان هم عشان عارفين ان هم مش طرف في القصه دي من اولها لاخرها، هم مركزين قوي على المعسكر بتاعهم، مركزين قوي صح. على الدوري، مركزين قوي على ماتش شباب بلوزداد. ولذلك لسنوات طويله انا بشوف انه الزمالك بيتعامل بحكمه كبيره جدا جدا. لا كتب، لا طلع بيان، لا دخل الخناقه فشتت نفسه وقال كلام
يدخله في متاهات، لا خلى عضو مجلس اداره يقول في تصريح كذا، صح. لا خلى حد يضغط بالشكل الفلاني، فساب اموره تمشي وتسير في طريقها دون اي يعني التفات للامر، وساب دي قصه ما بين الاهلي وما بين اتحاد الكوره. انا بره الجيم ده. هقول لحضرتك. هل هذا الانطباع اللي وصلني واللي بقى اشيد بيه واللي الكل شافه، هل هو توجه مقصود من نادي الزمالك؟ يعني هم قعدوا قالوا احنا مالناش دعوه، ولا دي امور كلها تمت بشكل تلقائي وبديهي؟ حلو قوي. مفيش حاجه بشكل تلقائي يا كابتن ابراهيم. هقول لحضرتك معلومه واستسمحك يعني اقول رايي في الاحداث اللي بتحصل. قول. المعلومه ان على هامش تواجد بعثه الزمالك في الجزائر حصل مشاورات، سواء كان رئيس البعثه الكابتن هشام نصر او هنا مجلس الاداره بقياده كابتن حسين وكل الساده الافاضل اللي في المجلس مع اداره الكوره. حاول كل الاحداث اللي بتحصل هنا من وقت مباراه الاهلي وسموحه. الكلام اللي بيقولوا عمرو جاب الله ده مهم قوي يا جماعه، يا ريت يتكتب استراحه. المشاورات دي كان بعضها هاتفيا وكان بعضها جلسات بين المسؤولين على هامش البعثه. هل الزمالك طرف في الاحداث؟ الزمالك بالتاكيد هو المتصدر لجدول ترتيب الدوري، ويهم ان العمليه تسير بشكل سليم، ما يحصلش بعد كده ترصد للفريق في ماتش او مباراه او اخرى ويحافظ على حقوقه. ولكن المشهد داخل نادي الزمالك بشكل عام قال لك احنا ماشيين الموسم ده ماتش بماتش، بناخد كل مباراه كانها مباراه كاس. ملف الدوري ان انا افتحه دلوقتي بشكل رسمي او بتصريحات رسميه او بيانات رسميه او الدخول في معترك رسمي مش هيكون في صالح الفريق. فتم الاتفاق من جانب مجلس الاداره واداره الكوره الممثله في جون ادوار المدير الرياضي ان هذا الملف لن يتم الحديث فيه بشكل رسمي نهائيا، وهيتم التعامل مع كل مباراه بيلعبها الفريق زي النظام اللي ماشي من اول ما كابتن معتمد جمال تولى المهمه، ان هي مباراه نهائي كاس، حتى اذا كانت في الدوري العام ب3 نقاط، حتى اذا كان دور من ذهاب وعوده في الكونفدراليه. الزمالك بيتعامل مع كل مباراه مع لعيبته انها ماتش نهائي. تلعب في الجزائر انت بتلعب نهائي ماتش من طرف واحد، انت مش تلعب عوده. ركز انك تكسب النهارده عشان انت مش ضامن اللي جاي بعد كده. مش هخش شتت نفسي ومش هخش شتت نفسي. ما تبصش على الاسبوع الجاي، اول ماتش عندك في الدوري يوم 23 ابريل مع بيراميدز لما نجيله نشوف الملفات. ولكن الزمالك يتابع بشكل جيد جدا كل ما يحدث. ما هو قاعد في البلد معانا يعني ما ومرتب ورقه. مش هيدخل المعترك ده حاليا، يعدي مرحله بلوزداد. اذا كانت في اي امر هيضر الزمالك في حاجه ماشي. هتلاقي الحدث الرسمي بدا الزمالك يتواجد بشكل رسمي، لكن في التوقيت الحالي الزمالك مرتب ورقه ان هو حدث مش حدثه. احنا بنتابع اللي بيحصل، سواء اداره نادي او اداره كوره بيتابعوا اللي بيحصل وبيرصدوا اللي بيحصل وواقفين عليه، لان ممكن يبقى في خطوات لو استلزم الامر. ولكن حتى الان لا، الزمالك شايف ان هو يركز في ملفه ويركز في مبارياته. خليني بقى اقول لك انا رايي الشخصي بقى اللي يلا اتفضل يا بيه، اتفضل يا بيه. يعني عايز تقول حاجه؟ لا ما اعتقدش الزمالك هيتدخل في حاجه خالص. لا، فاتت الزمالك كان الله طرف ينور اصيل في عليك. قضيه الاهلي وبيراميدز وما دخلش. بس أنا ملوش علاقه يعني. لا معلش، ما هو لا ملوش علاقه. بس يعني نقطه مهمه جدا. ثانيه واحده، هي نقطه مهمه تتحسب للزمالك. طبعا. انا بقول هو يفضل بعيد يعني ملوش علاقه. طول الوقت احيانا كان بتيجي اراء تشير على مجلس الاداره بقرارات او بامور معينه مش من مصلحه الفريق، تشتته توديه في سكه ثانيه. صح. انما الناس دلوقتي رايك ده هو اللي حصل يا كابتن ابراهيم، ان الاراء هنا وهنا احنا نشتت نفسنا ليه؟ مش قصتي، مش انا عندي ماتش موضوع. ذهاب وعندي ماتش عوده لما اخلص وتاهل لان الزمالك ما تاهلش يا كابتن ابراهيم. الزمالك لاعب فريق محترم وسط ملعب. الاخوه الجزائريين بصراحه كانوا على اعلى مستوى من الاستضافه والترحاب ببعثه الزمالك من وصولها لعودتها. اي نعم الملعب كان متقفل والاجواء كانت كبيره، ولكن الزمالك قدر يكسب شوط اول، لسه الشوط الثاني في القاهره مش مضمون. اقول لك انا بقى رايي في يلا بيه اتفضل. ايه؟ طب لا فريق تقيل الزمالك؟ طبعا. لا فريق شباب محترم. بلوزداد فريق محترم يعني يعني. السنه اللي فاتت الزمالك كان بيقول عليه فريق ضعيف في الدوري الابطال. فريق كبير جدا طبعا. كمل عمرو، كمل عمرو. رايي في الاحداث بقى يا كابتن ابراهيم ان الاهلي اكثر المستفيدين من تلك الاحداث. قول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. مين اللي مستفيد؟ الاهلي. يلا قول. اتحاد الكوره اخطا انه سواء عبد الباسط، طبعا انا بثق في معلوماته جدا في اللوائح وموضوع التفويض وتفويض من المجلس مش من المدير التنفيذي، لكن اتحاد الكوره هل يا عبد الباسط انت طبعا عندك المعلومات الكامله، هل تسجيل الفار فيه حاجه؟ ولا ما عندكش معلومه؟ لا انا يعني حسب اللي عرفته التسجيل الطبيعي بين الاثنين. كان على اتحاد الكوره انه يخلص الموضوع، كابتن سيد يسمع التسجيل والناس الموجوده والوفد، ومفيش اي مشكله يا جماعه، الموضوع ما فيهوش حاجه. ماشي. لكن الاهلي شايف ان هو بيمر بمرحله
فنيه لا تليق بالنادي الاهلي. انا عايز اسمع رايك يا عمرو، سيبوه النبي ما تشوشروش عليه. عمرو اتغير. انا والله خالد ملاها في التوقيع على الجو ده، انا بقول لك رايي وخلاص. لا رايك محترم، مش علاقه باهلاوي وزملكاوي يعني. محترم. عمرو كمل. الاهلي شايف ان هو مستفيد من الحدث اللي حاصل ده، اللي انا اتخيله داخل النادي الاهلي. الفريق بيمر بمرحله فيها ازمه فنيه، فيها تعثر فني سواء من جانب الجهاز او اللعيبه، والاهلي هيعيد بناء فرقته تاني خلال الفتره اللي جايه، بدليل تفويض الكابتن سيد عبد الحفيظ في ملف الكوره ومعاه الاستاذ ياسين منصور. فالاهلي محتاج افكار جديده ودماء جديده، وهيعيد بعد الموسم ده بالتاكيد بناء فرقته. فشايف ان اللي بيحصل ده، الجمهور دلوقتي بقى لنا اسبوع كامل سواء احنا كمتابعين او بنشتغل في المجال الاعلامي، انت بتتكلم في حاجه واحده، ضربه الجزاء بتاعت ماتش سيراميكا، رغم ان الاهلاويه مش راضيين على اداء الفريق امام سموحه. فكل الملف بقى في تبعات. لا ثواني كده عمرو واخدنا ناحيه. لا في تبعات يا خالد والنبي. خالد خلينا يا حبيبي اظبط الايقاع بتاع يعني مش كده. اتفضل يا عم خالد. اصل واخدنا ناحيه سكه ان احنا واخدين الجمهور. لا يا عم كل واحد والله يا عم ولا اي سكه، والله انا بقول رايي بس. هو الفكره ضربه الجزاء ديت بس يا جماعه، عشان ده اصل شغلتي يعني، ده اصل شغلتي. ضربه الجزاء ديت راحت عامله لنا قصه. القصه بقت في خناقه ما بين الاهلي وما بين اتحاد الكوره، ثم في ميعاد، ثم في بيانات، ثم في رد، ثم في هنروح، لا انت هتبعت لي، لا انا عايز، لا انا مش عايز. ما هو انا دي شغلتي كاعلام، ان احنا نعرف الناس. فنخرج بره الحدث. انا اختزاله في ضربه جزاء مش صحيح. مش صحيح. الاعلام والناس بتتكلم لانه بقت في احداث متصاعده. هذه الاحداث المتصاعده بتصل بيك الى حد انه بتحصل زي مشكله كبيره جدا داخل اتحاد الكوره، لا ما تخشش، لا انت تخش، لا ما ده ما يعملش، ده ما يعملش كذا. وهذا التصاعد وصل الى هذا الحد. هل منطقيا واعلاميا الحدث ده وصل لهذه الحاله من الذروه اسيبه واروح اعلق على ماتش من الماتشات العاديه اللي بتحصل؟ لا خالص. اذا الوزن النسبي بيفرض عليك ان انت تتكلم فيه حدث. مش ضربه الجزاء. ضربه الجزاء خلصت في يومها وخلاص وخلصت. انا ما بعلقش ده للتوضيح فقط لا غير. طبعا بس انا مش بتكلم على تعامل الاعلام. انا الاعلام حقه الملف. لا اعلام وجمهور. انا بتكلم كنادي اهلي هو اكثر مستفيد من التعامل الاعلامي مع هذا الملف وتضخيمه، لان الفريق في وضع فني. هو لو الجمهور ما عندوش الحدث ده هيركز في كل تفصيله بتحصل داخل الفريق. فجمهور الاهلي، هل انت راضي عن طب جمهور الاهلي مركز اصلا؟ هل محمود، هل اي حل انت قلت رايك؟ انا بقى اسيبهم هم يقولوا رايهم. شكرا يا استاذ عمرو. شكرا يا كابتن ابراهيم. فاصل ونرجع نكمل كلام. طيب استاذ احمد، خليني اعرف رايك ايه في فكره انه الزمالك بعيده خالص عن القصه دي. يعني انت بتسال عمرو سؤال مهم جدا جدا. المنطقي او التاريخ بيقول ان الزمالك ما بقاش بعيد في الحاجات اللي زي دي. الزمالك بيشمش على حاجه زي دي بيدخل فيها. كان لو انا جاي كنت مع كابتن حسين لبيب، قلت له انا مستغرب. اتكلمت مع كابتن حسين لبيب قلت له انا مستغرب ومبسوط. قلت له انا مستغرب ان الزمالك بره الليله دي خالص. فزي ما عمرو قال لك، قال مش بتاعتي. انا ادخل ليه؟ وقال لك احنا مستقرين ومركزين ومالناش دعوه بالخناقه دي خالص. خالص. بس بنتابع. ممكن ندخل، ممكن في اذا مصالح الزمالك اتضرت. واعتقد ان يعني كل ده مقصود زي ما عمرو بيقول. يعني بالظبط. انا باكي على كلام عمرو تاني. الزمالك شايف واخد باله كويس، لكن هو مش عايز يخش في القصه خالص. اصل طيب. انا هدخل ليه؟ على جانب تاني انا بكلمك على معسكر نادي الزمالك، واحنا على اعتاب مباراه مهمه جدا، مباراه العوده. شايف ازاي هذه الحاله اللي موجود فيها نادي الزمالك؟ برضه عجباني كلمه حاله. كل شويه ولا جابها. لا هي الزمالك حاله. هي حاله. الزمالك مش الزمالك اللي بيحصل في الزمالك ده حاله. يعني زي برضه واخدها ماتش بماتش والكلام ده بركز. فطبعا الحاله في الزمالك المعنويات مرتفعه جدا. النتيجه اللي في لقاء الذهاب دي بترفع المعنويات. ان انت بتكسب المصري قبل ما تسافر بترفع المعنويات. معاهم حد محترم كابتن معتمد. وميزه الكابتن معتمد انه بدا يركز على الخبرات. الفتره اللي جايه دي بيرجع الخبرات تاني. الغلطه ببطوله. فهو مركز مع الخبرات، والفوز بيجيب فوز. هو طبعا مركزين ان بيراميدز واخدين ماتش برضه ماتش بيراميدز دي، ان هو عندهم قناعه ان ماتش بيراميدز ده لو الزمالك كسب هيقرب جدا جدا جدا. فالحاله موجوده. ودلوقتي اللي بيحصل برضه ان برضه يعني انت عارف المستحقات في الزمالك بالقطاره يعني. برضه قبل الدنيا ما تعمل يحاولوا شويه كمان. يا جماعه ده الزمالك بينافس بسندوتشين. يعني بجد يعني فعلا ده اللي بيحصل ده ملوش تفسير غير ان هو حاله يعني تكمل ان شاء الله. اقول لك معلومه تدلل على كلمه الحاله اللي الاستاذ احمد بيقولها عشان يبان الحاله اللي جوه الزمالك ازاي بمعلومات كمان. اخوان بزيره اللي هو اهم نجم في الفريق وهو اتصاب في ماتش بلوزداد، هو بكى قبل استبداله.
وقال لي كابتن معتمد انا قادر ان انا اكمل، انا مش عايز اخرج من الملعب. في كل الاحوال هي الترابط اللي حاصل، حتى هتلاقي في الكلمه اللي قبل المباراه تحمل مسؤوليه، عايز تقول انهم طبعاً. متحملين مسؤوليه. حتى هتلاقي في الكلمه اللي قبل المباراه في الدايره اللي قبل قرايه الفاتحه الناس بتقول نخلي بالنا من بعض في الملعب، اللعيبه بتكلم بعض، نشوف بعض في الملعب، نقرب من بعض في الملعب. لو لعيب مثلا في تمركز غير جيد فالتاني بيغطيه. فدي حاله فعلا معموله داخل معسكر الزمالك، كل لعيب عايز يدي ال100%، عايز يبقى في ظهر زميله. هي حاله يعني الزمالك وصل ان هو حتى مع الترابط مع جمهوره عيله كامله، سواء الناس في الجمهور سواء حتى الناس المحللين الزملكاويه اللي بيجوا ينوروا عندنا هنا في البرنامج كابتن ابراهيم، هتلاقي كل الناس في حاله واحده، سواء اللي بره واللي جوه، اللي في منصب واللي في غير منصب. اخد منك الناس واخد من استاذ ملتفة احمد حول واروح الزمالك. لعبد الباسط. اديني الكماله. كمال. عشان طيب بنرد على اللي فات. طب رد ماشي، خش على الكمالة كمان. رد. لا لا خليه عشان ما انا اقطعش. والله رد، خليه يرد. اتفضل. انا عايز بس اعلق على يلا قول اللي انت الكلام اللي عمله اوسكار ريز النهارده، يلا. المداخله اللي حاول يستدرك بيها الفضيحه اللي حصلت في الحلقه اللي قبلها، لما يطلع رئيس لجنه الحكام المسؤول عن تعيينات الحكام في الموسم اللي فات ويقول بشكل واضح وصريح السؤال كان متوجه له مباراه انا قصد الكلمه مباراه الاهلي والزمالك اللي الاهلي انسحب منها. السؤال كان كده، هل طلب منك حكام اجانب؟ الراجل كان واضح وقال لا، يعني الواقعه محدده ما فيهاش اي فصال. ماشي تمام. فطبعا الدنيا اتقلبت والنادي الاهلي طلب برد اعتبار، وحقه يطلب برد اعتبار، لان لما يجي لي جوابات من اتحاد الكره بيقول نظرا للمساعي بتاعتي وضيق الوقت الموسم اللي فات انا ما قدرتش اجيب حكام اجانب، والنادي الاهلي يغرم غرامات بسبب الرعايات ما يقرب معدي داخل على 60 70 مليون جنيه بسبب انه ما راحش مباراه الاهلي والزمالك، ودي حقوق لابد انك تدور عليها بقى دلوقتي بعد اللي حصل. وجمهور راح الملعب كان مستني وما كنتش تعرف ايه اللي ممكن يحصل. حاجات كتير جدا حصلت بسبب اتحاد الكره وتقاعسه في اسناد المباراه لحكام اجانب، وهو بيقول انا ما عنديش وهو عنده جوه. تمام. فاوسكار رويز بعدها طلع يبرر الفضيحه بفضيحه اكبر منها. انك تيجي تقول لي اصل السؤال اصل انا الخطا في الترجمه، طبعا لان النتيجه كانت احراج كامل لمنظومه، اذا جاز ان احنا نقول عليها منظومه، لان اللي يتعامل مع الملف بالشكل ده استحاله يكون بيشتغل بنظام مؤسسي، ويقنعني انه بيشتغل بشكل مؤسسي. اتحاد الكوره اللي بيقنعني برضو ان بيراميدز دلوقتي واخبار طالعه ان بيراميدز لما بقطع كابتن ثواني إبراهيم، بس أكمل. هو الاهلي توج الدوري في نظام غير مؤسسي. اكمل بس باخد من كمل يا عمرو، كمل يا عمرو. انت بتتكلم كلام كتير جدا ممكن اقرا ما انت واخد الحلقه بقى، كمل بقى. كمل يا خالد. كمل بقى. كمل يا خالد. كمل يا خالد. كمل يا خالد. اتحاد الكره اللي عايز يقنعني مثلا ان في الساعات اللي فاتت بيراميدز اعترض على التحكيم في المباراه اللي فاتت، وان بيراميدز بيقال انه طالب انه يسمع محادثات الفار، على الرغم ان بيراميدز مثلا رايح يقابل الزمالك الماتش الجاي اول وثاني، وهو المفروض متشكك ان يكون في حكام مصريين، فالمفروض انه طبيعي ان يجيب حكام اجانب وهو قادر على ده. دي حريته الشخصيه، هو حر، دي بتاعته هو. تقنعني ان هو مقتنع دي بتاعت النادي نفسه. تمام. يعني انا كنادي مش عايز اجيب حكام، انا حر. تمام مفيش مشكله. ما اقدرش انا ازايد عليه اقول له انت مش عايز ليه. لا ما هو انت واثق اهو في الحكام، خلاص هو حر، هو شأنه يعني. وبيراميدز مش هيسمع يعني. تمام اوكي ولا مش طلب هيسمع فار. لا لا ولا مش طلب ولا سموحه، هي معلومه ولا سموحه طلبت تسمع فار. طيب هي معلومات طلعت عشان اللي شوقي هي معلومات طلعت عشان يبينوا ان هي حاله عامه مش حاله الاهلي بس. اكمل بس حته اوسكار رويز. البرنامج كله بقى ساعه ونص. يعني لا حته رويز بس. طيب يلا. فرويز يطلع النهارده يقول لي ان انا اخطات في الترجمه. قبلها الاستاذ مصطفى ابو زهره بيطلع في مداخله يقول ان لجنه الحكام بتثق في الراجل ده وهتجدد له بنسبه 80%. لا انا بقول لك ركب الوز خلاص. طب ما هو ليه؟ انا بقول لك ركب الوز عشان خلاص، ايه؟ حرق بقى كارت عشان خلاص، التصريح يا ابراهيم. وركب الوز عشان يعني. التصريح. انا بقول لك انا والله ما عندي معلومه، عشان التصريح. بس انا بقول لك كده دي ولا ايه؟ قرايه مشهد واستنتاج ومعلومه بقى، خدها كملها. هو ركبها. قرايه مشهد، هو كده ركب الوزه واتمرجح. يعني كل سنه وانت طيب، اعمل له باي باي. طب ابراهيم فين الكماله يا جماعه؟ لا، معلش الكماله مش كان في ما هروح بقى للكماله، بس شوقي بقى عشان جيت على شوقي بقى. انا جيت على شوقي. نقطه مهمه جدا في معلش يا كلام باص. لا براحتنا. في كلام اوسكار لما قال بشكل واضح جدا
ماليش دعوه بقى الترجمه خطا، بيقال ان الترجمه مترجم خاص باوسكار، صح يا عبد الباسط؟ مش موضوعنا يعني، لا مش موضوعنا هو مترجم الخاص باوسكار، ماشي يعني ما جبناش مترجم هيفهموا معدي غلط. من هيفهموا معدي غلط من جنب سور مدينه الانتاج الاعلامي. ماشي تمام؟ ماشي. فالمترجم بتاع اوسكار ترجم السؤال بشكل واضح جدا، واقر ان ما انطلبش منه حكام اجانب. هو مين اللي بيجيب الحكام؟ مين اللي بيعين الحكام في اتحاد الكوره؟ مين؟ لجنه الحكام، صح؟ صح، مفروض اختصاص صح. مصري او اجنبي. مظبوط. تمام؟ طب اتحاد الكوره اقر بايده بذات نفسه في السطر الاول لما بعت جواب للنادي الاهلي انه عمل اتصالات ومساعي لاستخدام حكام اجانب. عملها عن طريق مين؟ لجنه حكام. بالظبط كده. طبيعي اوسكار رويس. بالظبط، يبقى عن طريق اوسكار. اه اوسكار قال لا، حتى وفي نفيه، يعني حتى هو بيصحح ما عرفش يصححها، دي كارثه. ولكن مين يرد اعتبار النادي الاهلي مين؟ على اللي حصل ده؟ انا بسالك مين؟ لا، ما هو اتحاد الكوره اللي هو المفروض يرد الاعتبار. ده عليه اعتذار. عن ايه بقى؟ عن ايه؟ عن كارثه اولا وصم النادي الاهلي انه انسحب من مباراه القمه السنه اللي فاتت. بسبب ايه؟ الاحداث دي كلها. تمام؟ 60 مليون جنيه خسائر حقيقيه، انا اعلن الرقم. ماشي. 60 مليون جنيه خسائر جت وغرامات على النادي الاهلي بسبب هذه المباراه. مين هيردها؟ تمام؟ النادي الاهلي على فكره هيذهب للمحكمه الرياضيه وارد الدوليه جدا. بسبب هذه النقطه تحديدا. لا دي معلومه. ايوه. حط يا باشا عنوان. ايوه. دي معلومه. ايوه. عشان ده تصعيد في اتجاه تاني. أيوة. ده شرق التفريعه، ده اللي لأن هو في- اللي هو لأن اللي في- في موضوع. هو ده قرار قيد في موضوع، دراسة بس في مجلس الإدارة. حتة خرجت في منه. غرامات وقعت على النادي الاهلي اه بص تصل يا الى محمود، هو 60 مليون جنيه. اه النادي الاهلي محمود هيجيبها هو عن طريق اقتراح المحاكم. قيد الدراسه في مجلس الاداره. تمام؟ لسه يعني هيحصل، بقول هيحصل. لسه انا بقول ممكن. هيحصل. احنا في النهايه صحفيين مش آه. مسؤولين. بقول هيحصل. ده اللي بيحصل في النادي الاهلي. طيب النقطه بقى، الراجل المحترم اللي اسمه محمود الخطيب اللي اتشتم من القاصي والداني، وانا اعني كلمه شتيمه، انه فعلا توجه اليه اساءات بالجمله بسبب هذه المباراه. حد هيطلع يقول ان الراجل ده كان عنده حق في قرار امتناع النادي الاهلي ان هو يشارك في هذه المباراه؟ محدش هيطلع يقول. كل ده اوسكار كشفه في دقيقه واحده. نقطه بقى عشان عبد الباسط طب ما يتكلم. هو تراجع عن الكلام، قال لك انا ما سمعتش، ما عرفتش، ما فهمتش، ما قلتش. تراجع ايه؟ ما خلاص يا حبيبي، الطلقه طلعت. طلعت وكل اللي احنا الأهلي مش سمعناه قبل ما هيعتد ندخل. الثانيه ليه؟ التصريحات اللي فيها مراجعه، الاهلي لن يعتد. ايه المراجعه؟ انا مش مقتنع بالمراجعه اصلا. اه انت لو سمعت المراجعه بعد ما ده تخلص، تبرير فاضح يا ابراهيم. انت لو سمعت المراجعه فضيحة والله. لن تقتنع. فضيحة. بس هو مراجعه ايه ده عباس؟ لان المراجعه كلها قبل ما تدخل. ده مش بني ادم ده. نقطه اخيره. لا، لا، عباس هو بريء. بيتكلم في نقطه اتحاد الكره بينوي الرد بانه لو في نادي بعد كبير مشجعين عيب. والله الكلام ده عيب. عيب بجد. اي نادي، اي هيئه رياضيه، بص يا ابراهيم، لو في حاجه في المجلس الاعلى للاعلام وانت بعت اي حد، اي حد، مين المسؤول؟ ممثل القانون يعني. لا، مين المسؤول عن البعث؟ الارسال؟ قناة. النادي. انت. قناه. طب انت بعت ممثل سيء متواضع ما بيفهمش، انت المسؤول. لكن النادي الاهلي لما يبعت وفد بعضو مجلس اداره رئيسه ومكلف بالاشراف على الكوره بقرار مجلس اداره، مش كده في الهواء، ما تقالوش ايه روح يا سيد اشرف على الكوره، لا ده قرار مجلس اداره. اما يتحط ده ومعاه وفد محترم، أيوة. ناس محترمين، يقول لك انا مش معترف بيهم، واصرار على فكره ان انا اللي يسمع الفار فلان وفلان او حد من الجهاز الفني والاداري، انت مالك؟ ماشي. لو اتحاد الكوره يا ابراهيم، نقطه اخيره، لو اتحاد الكوره يثق تمام الثقه ان تسجيل الفار ما فيهوش مشكله، كان قد سمح للنادي الاهلي بالاستماع. اديني الكماله طيب الكماله انه يا مدكن انت يا حلو. اتحاد الكوره هيعمل الاجتماع ده ممتد. بمعنى ايه؟ هو هيبقى يوم الاربعاء، بس هيسيب له احتماليه ان هو يستكمل يوم الخميس تحسبا. ايوه لا قرارات كله مطول مع بعض. انا هبتدي الساعه 11، انت تبتدي الساعه 4، انا هزق شويه لتحت بالظبط. فانت تزق شويه. فاحنا نعمل الاجتماع مستمر لحد الخميس، عادي. فانت تقعد لحد الخميس. والنادي الاهلي ممكن ممكن الخميس، مظبوط. فنقعد لحد الجمعه. ان هم في يومين احنا اجازه فيهم. استنونا لما نرجع يوم الجمعه. فاحنا هنخلص من بدري. فهم يبقى الاجتماع ممتد، وحسب القرارات ممكن تلاقي يتم الاعلان عن عدد قوائم الموسم الجديد بشكل مخالف. لا 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 لحظه بقى، واحده واحده. واحده واحده. خد بالك من السلمه المكسوره. ايوه ماشي. هيتم الاعلان عن مواعيد الكوره. مواعيد يعلن القيد، عن مواعيد القيد للموسم الجديد. ماشي.
وعشان الانديه هتسجل امتى ومين هيمشي واللاعيبه المحترفين والكلام ده. هيتم مراجعه عقود اللعيبه المحترفه مع الانديه المصريه. فعلشان انه مثلا الاهلي عنده 5 محترفين هيخلصوا السنه الجايه عقدهم، ماشي. فيدرس اتحاد الكره انه السنه اللي بعديها انا هعمل قرار ان المحترفين 3. ما هو على الاهلي وعلى الزمالك وعلى ما هو على الاهلي وعلى الزمالك، بس هو هيحسبها على المتضرر الاكثر يعني. ما هو الزمالك برضه ووارد جدا يقلل عدد القايمه برضه الكوره كلها عموما يعني، بس التفكير دلوقتي مفيش في اهلي وزمالك. ماشي. انا بقول لك بس الخلاصه يعني. اه فهناك قرارات هتبقى بتقول انها قرارات مش شايفه الوان. ما فيش الوان بقى خلاص. هو اتحاد الكوره هيطلع انا هعمل قايمه هقللها، انا هقلل لمصلحه المنتخب، والشعار اللي هيبقى فوق مصلحه منتخب مصر. ماشي. تقليل عدد محترفين، فلسطيني ممكن يبقى 1. القيد والمواعيد هتبقى ملزمه واجباريه في مواعيد معينه، فهو ممكن الحاجات ولم دي الفلوس المتاخره وخلاص بقى وهبعت من للانديه الناس. فالاجتماع الممتد ده ممكن يطلع فيه قرارات بالتبعيه ترد على اجتماع الاهلي يوم الاربعاء حسب اللي هيطلع من اجتماع النادي الاهلي يوم الاربعاء. واضح ان جيم حلو ده. ماتش كوره حلو. ماتش حلو. ماتش كل ده بص على بسبب الرخص بقى الحاجات دي. ماتش حلو. وكل حاجه. ماتش كل كورة. ده بسبب الفار يا ابراهيم. ماتش كوره ماتش كوره يعني. بالمناسبه احنا في فتره توقف. بالمناسبه اه وانه في اقرب تعديل للائحه انه يتم وضع بند في اللائحه بعد موافقه مجلس الاداره. يتم سماع، بس بعد موافقه مجلس الاداره، سماع الفار بالشروط، وهيحطوا الشروط في اللائحه. عدد واحد فاصل في السريع منه وبعدين نرجع نكمل بعد السكالانس. بص بقى السؤال ده كده، السؤال ده حلو ومهم. هل احنا بعد ما اوسكار رويس ما يمشي، ما الموسم ده هيخلص، اوسكار رويس هيمشي، ما هو مستحيل هيقعد ولا هو هيقعد؟ لا مش هيقعد. ها حد عنده اي احساس ان هو ممكن يقعد؟ والله على حسب بقى الاتفاق اللي تم ما بينهم بعد تدارك الفضيحه بقى. ما هي عمليه ماشيه بالاتفاقات يا ابراهيم. طب يعني شايلني وشايلك. حلو، انت عندك احساس ان هو يكمل؟ بس مين اللي كمل؟ اوسكار رويس؟ ده يعني لو حد سوي يكمل يبقى هو مستفيد منه. طيب باسط. لا انا عندي معلومه انه هيمشي، بس حسب تسارع الاحداث والتتالي الاحداث وارد يحصل في الامور امور. انا بتكلم على كلام دلوقتي. لا هو في معلومه وقرار انه يمشي اساسا. ماشي. عمرو. لا لا مع باسط طبعا. لا ماشي طبعا مش كلام. لا هو الراجل قال انا موظف في الاتحاد فمستحق قراره، فهو اعتقد ان الاتحاد هيمشيه. هو اصلا ما بيقعدش. هو انا بحب موظفين عامه. طيب يبقى سين سؤال. هل تتخيلوا ان نعود مره اخرى الى المدرسه المصريه؟ يعني انا اكلمك بصراحه وانا اسال بصراحه. هل احنا حسينا باي فرق ما بين الاجنبي في كل الاجانب اللي جم الخبر الاجانب اللي جم اللي انا ما بقتش عارف اعدادهم والله ولا اسمائهم والمصريين؟ يعني احنا المصري بنهاجمه بس برضه الاجنبي بنهاجمه. تمام. فكان كلاتنبرج كان كويس كده. ده احسن واحد جه. ده كان كويس. واوسكار رويس، قولوا بقى زي ما انتم عايزين. حلو. فالسؤال، هل احنا هنرجع تاني للمحل الحلو بتاعنا ولا احنا هنرجع تاني نروح للخبير الاجنبي؟ لا، تجربه الخبير الاجنبي اثبتت فشلها. ليه؟ ما هو هقول لك ليه فشلت. ليه؟ هو المفروض الخبير الاجنبي جاي يعمل سيستم، يدي محاضرات، يطلع اجيال جديده، يعمل. لكن هو بيعمل اللي بيعمله المصري، اللي هو بيعين فلان الماتش ده وفلان الماتش ده ويخش في خناقه هنا ويشرح هنا. مش جاي يدي نهضه للحكام. لكن انت لو كده يبقى المصري احسن. واحنا عندنا اعتقد ان الناس او كفاءات مصريه افضل من اللي بيحصل. ما حصلش مشاكل بالطريقه دي يعني. طول الوقت الاهلي عايز المدرسه التحكيميه الاجنبيه، عايز الخبير التحكيمي الاجنبي. هل الاهلي في هذه المره اذا جه تحكيم خبير تحكيمي مصري يوافق ويرحب؟ انا بسالك يعني على حسب مش الشخصيه. معلومه، انا يعني قول لي رايك. على حسب الشخصيه، لكن انت تاخد راي الشخص. انا بشوف ان اتحاد الكوره المصري لو حب يستخدم حاجه خبير اجنبي يجيب حد بليفل 1. هنصرف مصاريف كتيره جدا جدا على عشان يعمل ايه يا شوقي برضه؟ عشان يصفي. هل بيطورهم؟ الاستاذ احمد قال عليه ده. كلاتنبرج كان كويس على فكره بس ما كانش فاضي. مين؟ كلاتنبرج كان كويس بس ما كانش فاضي. اللي هيجي لك مش فاضي برضه. تمام. يجيبوا حد يدوا مبلغ كويس هيضيف للتحكيم. ما فيش الحد ده يبقى بلاه. تمام. بلا هيجي مين يعني؟ مصري برضه؟ طب ما هو مش هيجيب حد زي اوسكار. وانت مش عاجبك حد خالص من اول الحلقه؟ هيجيب حد زي ايه اللي اوسكار. عاجبك بقى؟ بص يا خالد، يا اما يجيب زي اوسكار يا اما يجيب زي ده اوسكار. عنده مشاكل لازم احلها له. امشي. لا تعال اقول لك على حاجه. تعال. لا تعال والله. لسه الختام والله يعني. لا ما انا ما باكلش عيش، انا ما بيدونيش فلوس عشان انت تقعد تسال الاسئله. زهقتنا يا راجل. اما هيجيب يا ابراهيم تيجي تتفرج. اوسكار او على شاكله اوسكار وده مرفوض تماما اللي زي اوسكار ده،
او يجيب خبير اجنبي مقنع للناس ومقنع للحكام. ابراهيم، الحكام في مصر خاصه الصغيرين والله يا ابراهيم وكبار. مرتبكين في قانون الكوره، مرتبكين. في حكام في مصر بيقولوا للحكام الكبار اللي موجودين في مصر معلش يا كابتن مش عارف احسبها، اوسكار بيقول كذا. اصبحنا بنطبق قانون لا، لا، اوسكار أنت من قانون سألتهم. التحكيم. مين بيقول يا ابراهيم؟ كابتن عصام فتاح. انا عندي احساس كابتن عصام فتحي يا ساتر يا رب. شكله لا آه، شخصيه محترمه يعني طبعاً. تختلف معاه تتفق اخر معاه. مره قال لك يا ابراهيم خبير مين؟ يا ابراهيم هو في خبير وانا موجود وهو قال كابتن عصام مرشح فعلا. بس هو المشكله مش في اصل الحكم الاجنبي اللي بيجي يدير المباراه بيغلط والمصري بيغلط. طب هل في تطوير في التحكيم؟ ما فيش ده تطوير. اللي انا بقول عليه. ليه بقى مفيش تطوير؟ هو اللي بيجي يشتغل بيشتغل على وش القفص. انت عندك الحكام في كل المحافظات وكل الانديه عدد كبير جدا. منظومه التحكيم دي بتنجح وتسقط في اتحاد الكره في الانتخابات لما كان في انتخابات. والله العظيم اقول لك تيجي انت حد مسيطر على لجنه التحكيم فبيعين كذا في محافظه الشرقيه فيها 6 انديه جمعيه عموميه، كذا في محافظه المنوفيه، كذا في كفر الشيخ، كذا. يا عباسط. ما انا يا عم بقول ما بس قالش حاجة، الراجل بيقول بعدد خالد الغربيه كفر الشيخ القلبيه القاهره فقرة شرقية. فبيبدا يعين هنا وحكم قريب ده فيحطه هنا. فانت الموضوع اساسا مبني على ان هي التحكيم نفسه بقى متشعب لعلاقات الجمعيه العموميه لابناء العاملين، وحط تحتها 100 خط لان هم بياخدوا حقوق مش بتاعتهم. يبقى احمد عبد الباسط اكفأ من محمود 10%، فخلاص هو فاضل له تكه صغيره. يجي احد ابناء العاملين ياخد مكانه وياخد دوره، سواء في قائمه دوليه، سواء في الدرجات والاختبارات، سواء في كل حاجه. فالموضوع كله مبني على ان هم تحت هش، عامل زي الكوره. احنا ليه مشكلتنا في الكوره؟ قطاعات الناشئين. انت التحكيم برضو اللي انت بتطلعهم كلها مبنيه على ورق بس. طيب يعني اجنبي ولا مصري؟ الاجنبي مش هيعرف يعمل اللي انا بقول لك عليه ده. هو مش هيعرف يعمله. فخلاص هي مصري. الاجنبي لو جه مش هيعرف يحط ايده في عش دوابير. موضوع الحكام ده عش دوابير والداخل فيه مفقود والخارج مولود. طيب اتفضل يا خالد. حلو يا خالد. ده ولا عايز اجنبي ولا عايز لا مصري. انا اتكلم لا في الجزئيه دي، جزئيه مهمه جدا. هو بناء على المنصب اللي اعلنه، معلش يا احمد معلش عيده تاني عشان انا بنساه. عيد منصب المهندس احمد مجاهد. لا هو الراجل مشرف على المسابقات في الاتحاد ومن ضمن اللجنه الثلاثيه اللي بتعدل اللوائح. حلو. شيل سيطره وسطوه المهندس احمد مجاهد من على لجنه الحكام تحديدا، هتلاقي فيه تطوير مصري او اجنبي. يعني اضمن للحكام دي يعني السطوه، بلاش كلمه سيطره، لا السطوه اللي عاملها المهندس احمد مجاهد على لجنه الحكام، الحكام هينصلح حالها. انا مش بدافع عن حد، بس هو يسير العداء المفاجئ رغم ان المهندس احمد مجاهد معروف في الوسط الرياضي سلام عليك بميوله سلام عليك. للاهلي يعني. انا عايز بس اشوف الزمالك لما يكون في مشكله. انا مستغرب العداء بس ما علينا. بيسالك سؤال. انا بستغرب بس حاله العداء. الراجل اكيد ساعد الاهلي. هقول لك على حاجه يا ابراهيم، انت بتستضيف حكام كتير. ايوه تمام. عايزك تسالهم السؤال ده، كل الحكام عارفين سيطره احمد مجاهد على الحكام يا جماعه؟ ده حاجه مش مستخبيه. وقبل كده احمد مجاهد من 20 سنه. لا ما احمد مجاهد بقاله لا وحاله العداء المفاجئ دي يعني عداء ايه عداء؟ مفيش عداء. انا عايز اقول حاجه يا جماعه. انتوا هو احمد مجاهد كان موجود نفسه بيدير الاتحاد. ايوه ما كانش فيه اللي خالد بيقوله خالص. يعني مش بالعكس كانت المشاكل مع الزمالك يعني وشيكابالا توقف. يعني هو خد بالك انا برضه كان فيها مشاكل. المهندس احمد مجاهد هو اللي برضه كان ساعتها مسيطر. المهندس احمد مجاهد صديق عزيز وبعتز بيه جدا، بعتز بيه لانه بيعمل حاجه انا ما بشوفش حد في الوسط الكروي كله من ساعه ما اشتغلت الشغلانه دي بيعرف يعملها. ايه بقى؟ هو يتحمل نقدك. يتحمل نقدك وعمره ما زعل مني. يعني احنا اصدقاء جدا وعارف ان هو شخصيه كوريكت. انا عارف كويس قوي، وانا ما بقولش على حد كده الا لما ابقى متاكد كويس جدا جدا. لكنه تقبل نقدي لما بيعمل قرارات غلط، وانتقدته في امور كتير جدا جدا، لكنه في نفس الوقت الراجل مش زي بقيه الناس. لما تقول عليه تنتقده يزعل ويتقمص وياخد جنب ويشتكي ولا وانا زعلان وبتاع والحاجات اللي شبه كده. لكنه دي ميزه. فانا ما بشوفش ان الراجل يعني احنا بيتحول لوحش
بيتحول لا ابراهيم كلامي مش معناه انه يقول لغول نفسه إبراهيم. لا، بياكل الناس بالليل لا، لا، لا. وهو اللي بيعمل لا 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 هو انا كلامي وصل بالشكل ده انا حاسس يعني لا هو بيتكلم على نقطه انت حسيت كده المشاهد انت حسيت بكده طب المشاهد وصل له كده ايوه يبقى النجاح لك يا فندم النجاح ده اللي انا عايز اوصله. ربنا يعينك يا غالي. عمرو انت كلمت كابتن انا شايف ان احنا سواء اجنبي او مصري انا بس محتاج كل المدارس اللي عدت على الكره المصريه استفيد بالحاجات الكويسه اللي احنا شفناها في المواسم اللي فاتت. يعني لو محمود بيشيد بتجربه كلاتنبرج في حاجه، هل كان الفيديو التحليلي اللي بيتعمل ده حاجه كويسه فناخدها في اللي جاي؟ انا مش فارق معايا اجنبي ولا فارق معايا مصري، انا فارق معايا ان انت عمال تعمل في تجارب. احنا مش هنفضل نجرب طول عمرنا. ماشي. انا فارق معايا ايه اللي حصل في عيوب ومشاكل فهبني على ده واعالجه، برافو وايه عليك. المميزات اللي حصلت في كل حقبه لرئيس لجنه الحكام سواء برافو اجنبي عليك. او مصري واستفيد بيها عشان نمشي في اطار سليم. ويسيبك من الاستاذ خالد ثانية بيقول بس. ده عنده مشاكل نفسيه هسألك حلها سؤال، انت واخد كورس التنميه البشريه ده فين؟ في الجزائر. لا طب حبايبي. انا بس يا جماعه عايز اتكلم في الحته بتاعت التحكيم الاجنبي، ما اعرفش انتوا هتوافقوني ولا لا. انا بشوف ان كل واحد من الحكام الاجانب هو جاي مش شايف، يعني هو ما عندوش المعلومه الكامله عن الحكام. اجيب له مونيتور يا كابتن من هنا ينورنا. انا من امبارح اقسم بالله حاسس في نفسي جدا جدا ومتضايق عشان احمد الغندور. احمد حكم الغندور هايل. كون ان انا كحكم ابطل حكم ابطل حكم صعبه. يعني هل ده يا جماعه؟ وانا مستغرب ان الناس ما وقفتش قدام حاله الحزن اللي عنده. يعني اللي يقف يا إبراهيم؟ ده متماسك جدا جدا، احمد ده متماسك جدا، انا احس بالقهر مكانه. طب اتحاد الكوره فين من حكم ناحيه؟ ايوه ما ده دوري بقى. انا امبارح بتكلم والنهارده بقول انا حاسس له بالقهر لما انا واحد محكم كل الماتشات ديت وحكم ناجح حكم كويس وحكم كويس وانت عارف والناس كلها عارفه ان هو كويس، وبعدين يخش في صدام مثلا بشكل او باخر او الراجل مش مقتنع بيه. انت فين كاتحاد كوره تقول له طب ما تديله فرصه تانية؟ طب بعد لقائك المهم ده يا ابراهيم، ولا حاجة اتحاد الكوره واحمد حقق الغندور حاجه؟ اتخلص عليه عند الراجل وبيدفع ضريبه عشان عمه جمال الغندور. طيب تمام. عبد اتحاد الباسط الكوره حقق في الامر. انا معلش هو مش يعني هو ناس من المساعدين لاوسكار قالوا له ان كابتن جمال الغندور هاجمك وده عم احمد وحاجات اسمه كلام معينه. يعني. لا بيحصل يعني. طب اسمه ما اللي انا بقوله لك من شويه. يا كابتن ما هو برضو في رؤساء لجان حكام قبل كده او مش دفاعا عن حد خلصوا على حكام وقهروهم نفسيا وحصل. هي لازم يبقى في لجان جوه لجنه الحكام منبثقه للحاجات دي. هي مش صلاحيات كامله في ايد حد انه يبطل حد او يلاعب حد. هي لازم تشكيل اللجنه نفسها يبقى تشكيل مفهوم. لا يا ابراهيم اللي انا افهمه يا ابراهيم بجد بعد لقائك ده كان لازم اتحاد الكوره يتواصل مع البرنامج طبعا وانفتحنا تحقيق مش فاضيين في بقى. موضوع مظبوط. أحمد فين الغندور. اللجنه اللي جوه لجنه أحمد. انا مش عايز اتواصل مع البرنامج، انا عايز اتواصل مع احمد الغندور بالظبط. انا أحمد عايزه الغندور. يرجع احمد الغندور. حد حقق في كلام محمود البنا؟ انت عارف ليه سواء انا معاك بتكلم أو انت مع عارف ليه انا الجماعة. بتكلم على احمد الغندور؟ لان انا هو كمثال لايه؟ لانه انا جايب ناس تطور، انا بطور فبطلع ناس مش بخلص على ناس. تمام فانا مظبوط. جزء من نجاحي ان انا طلعت مظبوط. ناس ده صحيح. وبحافظ على ناس طالما عندي بطور، ناس صحيح. كويسه. مظبوط. لكن انا الناس الكويسه اقول له يا باشا السلام عليكم ولسه عنده 40 سنه، ده الناس بتحكم لحد بقول 46 بناتي 47 بتسالني انت 48. بتتحكم ليه يعني؟ صحيح. فعشان كده بقول احنا مشكله الخبير التحكيمي الاجنبي انه جاي مش عارف حاجه واللي جنبه بيقول له واللي بيقوله له هو غريب فمش عارف طبعا. فبيصدق وبيروح وهو عمره ما هيعرف الطبيعه بتاعتنا عامله ازاي. سنه عمال ما يفهم الطبيعه واسماء الحكام ويكون احنا ده كويسين. لما يرجع او مش هيجيب أجنبي. ويمشي ما هو بعدين. مش هيلاقي المشكله اللي في اللي جنبه فعلا. انا بشوف احنا مصري في اسماء كتير. احنا التجربه دي انا عندي اسماء كتير. انا ياسر عبد الرؤوف ده حكم. ياسر هايل. ياسر ده شخص فين؟ سمير محمود سمير عثمان عثمان. ياسر عبد لا الرؤوف. سمير كابتن سمير عثمان. الاسمين دولت يا جماعه دول ده مفيش اتنين يختلفوا عليهم. صحيح. ويجوا بقى ويتعمل لهم ويجوا بس الضغوط هتبقى بالادوات صعبة ويجوا شوية. بالتولز اهي. الضغوط هتبقى صعبه مش هيستحملوا الضغط ده. لا بس هي مش الانديه يعني طلبت انتوا شايفين ياسر عبد هايل الرؤوف وسمير عثمان هايل الاثنين ايه؟ الاثنين هايلين. الاثنين كويسين طبعا. بص ما هو احنا هل حد يشوف في الناس دي حاجه؟ لا بس هو طالما تاكيدا على كلام الكابتن ابراهيم انا بجيب الحكام الاجانب يدوروا ماتشات عندي لسه خلاص يبقى راس المنظومه يبقى مصري. ما هي ما هو انا جايب الاجنبي عشان يطورني. طب خليني اسالك سؤال قبل ما نختم. قول لي. طاقم التحكيم الاجنبي بيجي بكام منه؟
بص اللي جاي اللي جاي اهلي وزمالك واهلي وبيراميدز. اللي جاي اختاروه خلاص. اللي جاي ده بنسبه كبيره الزمالك انت ما بتسمعش انترو. اتكلم عن بيقول اسبانيا بص انت حتى كمان في الانترو بتقعد تتكلم معاهم فبتسمعش انا قلت ايه. كان بيعمل كده والله جوه. قلت في حته اسباني، سرح شعرك. فين شعرك ده عشان تسرحه؟ حته اسباني وحته الماني. هيوصل هم لو اتفقوا بدري يوصل $30,000. 30,000 ليه بقى؟ لان هي تذاكر الطيران هي اللي بتلعب في الموضوع. انت بتختار قبليها بيومين ثلاثه، فالاعلى سعر بتاخد اعلى تذكره، فبتفرق معاك. المره اللي فاتت جابوا حكم من المانيا او ما اعرفش فين عشان يحجزوا له في اي بي، ما هو بيجي كله في اي طبعاً بي، فعلا. فكانت ب 300,000 جنيه التذكره. يا فاهم؟ بص نعم. معلش يا ابراهيم اخر سؤال والله. والله قول يا عم، قول انت. كابتن ما يجي يقعد هنا بقى. لا لا معلش. صدق بالله خالد. يقال تعالى بقى تعالى خالد. والله هريحك. والله اصل خلاص على فكره بقى هتنزل بالسرابه دي خد بالك. اسمع بس تعالى والله. لا طب انا عارف ان انت نفسك فيها. تعالى اختم والله يا خالد. والله انا حلفت بالله، انا حلفت بالله خلاص. حلفت والله، حلفت حبيبي. تعالى طب اساله سؤال والله اول. أنا عارف لا اله الا الله يا ابراهيم. يا ابراهيم مش كده يا ابراهيم. خالد طيب بص حلقتنا خلصت، نشوفكم ان شاء الله باذن الله. فصل المونيتور علينا يا ابراهيم. فصل المونيتور. لا ده سؤال مهم جدا. الكاميرا بتاعتك ايه؟ الكاميرا بتاعتك. سؤال مهم جدا يا عباس. اتفضل يا بيه، اسأل. يقال ان في معلومه في معلومه بتقول ان الفيفا مشترط على كل الحكام اللي هتحكم مباريات كاس عالم ان هي ما تحكمش بره قارتها قبل المونديال. هل ده معناه ان الحكام اللي جايين لمباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز مش هيكونوا حكام بيحكموا كاس عالم؟ سؤال حلو بس انا ما عنديش معلومه والله. يعني حتى فشلت الكمبيوتر بيطلع اجابات. والله سؤال حلو. والله حلو. خالد سؤال حلو جدا جدا. انا سيرتنا بحييك. تسالنيش تاني وما تجيش تاني. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك احنا انت شرفتنا. ما تجيش تاني. عبد الباسط اشكرك شكرا جزيلا. ده احنا هنعتبره يا جماعه لقاء الوداع لخالد الاتريبي في استاذ احمد اشكرك حبيبي يا شكرا حبيبي. جزيلا. استاذ محمود شوقي اشكرك شكرا جزيلا. دورك يا حبيبي. لقاء الوداع ده هطلب منكم كلمه بس. لخالد الاتريبي. لا الاستاذ حسن المستكاوي. السلام عليه وربنا يرجعه بالسلامه استاذنا العزيز واستاذنا الكبير يا رب. طب يلا صباح الخير. السلام عليكم. متشكرين جدا. خلاص يا باشا خلاص.